أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ويا رحمة الله الواسعة يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الضفوف عليكم فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام موالي ما له عنكم صبر مصابكم يا آل طه مصيبة مصابكم يا آل طه يا مصيبة ورزق على الإسلام أحدثه الكفر. مررت على فذلي بكم عزون وفقري بكم غنى وعسري بكم يسرا وكسري مررت على الدار التي كنت بها فمغناكم من بعدي معناكم فرق فراق الروح لي بعد بعدكم ودار برسم الديار في خاطر الفكر وقد أقلعت عنها السحاب ولا يجد ولا أدر من بعد الحسين
ينقلبون. عن الحسين بن علي في خطبته المعروفة قال: من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عزاءنا وأن يوفقنا لتعظيم الشعائر الحسينية ومعرفة حق سيد الشهداء حق المعرفة، وأن يوفقنا أيضا لزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضمن السلسلة التي كنا نتحدث عنها حول العلاقة المتواجدة بين المفاهيم المختلفة وبين الإمام الحسين سلام الله عليه أو بالأحرى كربلاء وبين المهدوية.